ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه دايما يا رب. اهلا بيكم في قناة وصفات سما. لو اول مرة تشوفي القناة شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي على اللايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد اول باول. تعالوا بقى معايا نشوف الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه حلوه جدا 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 لتفتيح البشره. ولو انتي بعد ال40 وال50 الوصفه دي بتشد البشره بصوره حلوه قوي قوي، بتشد ترهلات البشره وكمان بتعالج الشيخوخه والخطوط الرفيعه. وعايزه اقول لكم كمان ان هي بتغلق مسام البشره وبتعالج حب الشباب، لانها فيها مضادات للاكسده كتير جدا جدا، مفيده حلوه يعني مفيده جدا للبشره. بس يلا بقى، لو اول مره تشوفي القناه انزلي دلوقتي حالا اعملي اشتراك للقناه، وما تنسوش تدعموني باللايك علشان يقدر الفيديو يوصل لاكبر كم من البنات والشباب تقدر تستفاد منه. طيب الوصفه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه من الحبه السوداء زي ما انتم شايفين. انا جايباها كده وطحناها، يعني مخليها معايا بودر علشان اقدر ان انا استخدمها على بشرتي، تمام، وتبقى ما تبقاش مكلكعه يعني. خلاص شايفين ناعمه ازاي؟ بودر. خلاص هبدا ان انا اخد منها معلقه حلوه اهي صغيره، معلقه بس مليانه يعني، تمام. هبدا ان انا اخد منها معلقه اهو، وهبدا كمان اخد معلقه من الدقيق، خلاص، او الطحين، وهبدا ان انا اقلبهم كده مع بعض، المكونات الجافه مع بعض كده. بعد كده ما قلبت المكونات الجافه مع بعض هبدا اخد نقطه بسيطه بس، بصوا نقطه بسيطه جدا من الخل. خلاص، الخل الابيض او خل التفاح لو متوفر عندك، مش متوفر هتستبدليه بالخل. بس لو انتي بشرتك او انت بشرتكم حساسه بلاش الخل تماما، تمام. بقول تاني، لو انتوا من الناس اللي بشرتها حساسه استغني عن الخل. فانا هبدا ان انا اخد يعني حاجه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده، شايفين يعني بتاع ربع معلقه. ليه الخل انا حطيته في الوصفه بتاعتنا النهارده؟ علشان يعني لو ينظف البشره بعمق. تاني حاجه بيعمل على اغلاق مسام البشره. خلاص، هنعجن الوصفه بتاعتنا دي بميه الورد، ممكن برضو نستبدلها بعسل النحل. دايما انا بقول اي وصفه تقدري ان انت تعجنيها بميه الورد عادي جدا ممكن تستبدلها بميه ورد، لكن بعسل النحل. بس انا بحب دايما ميه الورد. ليه؟ علشان الوصفه تبقى شديده على يعني تشد بشرتي جدا. شايفين؟ تحطي واحده واحده، لازم ميه الورد تكون تجميليه. حابه تستبدلي الدقيق بالنشا مفيش مشكله، هتدي معاكي نفس النتيجه. كده الماسك بتاعنا بقى جاهز، بس طبعا لازم نقلبه كويس جدا. بصوا يا بنات، بعد ما قلبت الماسك كويس جدا شايفين قوامه؟ شايفين؟ وده شكله كده على البشره. هنسيبه لغايه ما ينشف على البشره تماما. بعد كده هنبدا ان احنا نفركه بحركات دائريه. هقول لكم على فوائد الماسك ده ايه. اول حاجه بيفتح البشره من 3 ل 4 درجات. تاني حاجه بيحارب التجاعيد والشيخوخه والخطوط الرفيعه، وبيعالج حب الشباب والبثور السوداء لكونه فيه مضادات للاكسده كتيره جدا جدا مفيده للبشره. بيعتبر مؤشر لطيف للبشره، ويزيل خلايا الجلد الميته. بيعمل كمان على اغلاق المسام الواسعه. هنستخدم الماسك ازاي؟ هنبدا نغسل بشرتنا كويس جدا، بعد كده هنبدا ان احنا نفرد الماسك على البشره. وزي ما بقول كل وصفه او كل ماسك بعمله للبشره بقول لازم نستخدم غسول او صابونه مناسبه للبشره. لو امكانياتك ما تسمحش تجيبي غسول للبشره، تقدري تجيبي صابونه جريسلين نابلس شاهين، دي طبيعيه بزيت الزيتون، تقدري تستخدميها على بشرتك، بجد حلوه جدا ومش مؤثره للبشره. لكن الصابون اللي بريحه اللي احنا بنستخدمه دايما للايدين ما ينفعش تماما نحطه على البشره، علشان ده سبب رئيسي لبوظان البشره طول ما انت بتعالجي بشرتك. ويفضل مش لو بتعالجي بس بشرتك، هو يفضل اي بنوته المفروض، او اي بنت او اي عروسه او اي ست عموما، المفروض ان احنا نحط لبشرتنا الحاجات اللي مناسبه ليها،
تمام. يعني بشرتنا جافه بنستخدم له غسول البشره الجافه، غسول البشره الدهنيه، غسول البشره المختلطه كده يعني، فاهمين؟ او لو امكانياتنا زي ما قلت مش مسموح بيها ان احنا نجيب الغسول، هنجيب الصابونه اللي هي نابلس شاهين، حاجه طبيعيه نحطها على بشرتنا ما تبوظش بشرتنا. بالطريقه دي مش هنحتاج نستخدم اي ماسكات، وبجد هنلاقي بشرتنا رايقه جدا، مفيش اي حب شباب او بثور سودا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون كان سهل بسيط عليكم. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير وفيديوهات جايه كتير، ومع السلامه.